السلام عليكم، شلونكم متابعينا؟ يا رب تكونوا بخير والصحة وسلامة. رجعنا وياكم اليوم راح نسوي صنف حلو، زنود الست، بس بأسهل وأسرع طريقة وغير متعبة أبد. ويعني مال شلون حالات اضطرارية، يجيك خطار على ساعة، يجيك شي خابروش راح نجي، أو بالليل يحتاجون مثلا فشي حلو. راح أسوي لكم اليوم زنود الست بطريقة كلش سهلة وكلش سريعة. شنو نحتاج 3 مكونات فقط. أنا شنو هنا عندي هذا ورق البقلاوة أو ورق البورق الجاهز. شوفوا عزيزاتي، هذا جاهز، ما تحتاجين لا تسوين عجينة ولا تمدين ولا تتعبين نفسك. هنا شنو عندنا هنا هاي الكريمة مال الحلويات. هاي الكريمة مال الحلويات جاهزة موجودة بالسوق. يعني هاي نحشي بيها مثلا القطايف، نحشي بيها الفطاير، نحشي بيها الكنافة، أي شيء. كل المكونات تقدرين، أو كل الحلويات اللي تحتاج حشو تقدرين تحشيها. هاي موجودة بالسوق، جاب لنا إياها الحجة من ذول اللي يبيعون كماليات الكيك والمعجنات. شوفوها عزيزاتي، هاي هنا كنافة وزنود الزيت وحتى الكيك والبقلاوة. الورق مال البورق طلعناه. شنو راح اسوي؟ طبعا ما راح اسويها هالكبر على هالحجم، لا، راح نقطع الورق هالشكل بالطول حتى يعني نحصل على كمية اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاتي اقطعها هالشكل. هاي هالشكل، ونبدي نحشي. راح تصير عندنا كمية كلش كبيرة وكلش وافرة واقتصادية. عزيزاتي صراحة بدي احشي. هاي عندنا هنا الحشوة، طبعا طعمها كلش طيب، وحتى يعني ريحة الفانيلا ما شاء الله من عندها طالعة. راح اطبقها هالشكل، يعني اطبقوا الاطراف حتى بالتسوية من نضمن الحشوة ما راح تطلع. شوفوها عزيزاتي، شوفوها. هسه عندنا هاي الطرف مالتها بشوية مي وطحين هالشكل حتى شنو نضمن بانها راح تلف. وهاي هالشكل زنود حلوة ومغلقة من الاطراف. شوفوها عزيزاتي. هسه ان شاء الله اكمل كل القطع وياكم. شوفوها، طبعا سهلة وسريعة وما نحتاج لها بس ورق السمبوسة والكريمة، وهاي هنا القطر او الشيرة، قلاصين سكر، قلاصين نص مي، شوية هيل، أنا أحبها شوي بها هيل حتى مود يطلع طعمها، وشوية ذرة مندوزي أو عصرة ليمون. خليها على النار 10 دقائق وتطفيها. هاي تطلع عندك شوية قطر كلش حلو وكلش يعني تقدرين حتى تحتفظين به الوقت الحاج. عزيزاتي هاي بعد ما كملناهن، بعد شلون طتنا كمية وافرة وحلوة، حتى إذا تردون تفرزوها يصير تفرزوها وتطلعوها وقت الحاجة. هسه راح ننتقل للمرحلة الثانية، مرحلة التسوية. شوفوا عزيزاتي، هاي طريقة التسوية مالتنا. ما شويناها، خليناها بالزيت قليناها. هسه شوية شوفوها راح تحمص. شوفوها ما شاء الله كانت حلوة، كلش حلوة. طريقة سهلة وسريعة وبسيطة. وإذا عندكم شوية يعني هذا دهن حار أو دهن حيواني تقدرون تضيفون على الزيت. هسه أنا راح شوية أضيف مكعب هالشكل مع دهن حيواني على الزيت حتى يعطينا طعم كلش طيب ويعطينا طعم الدهن الحار بدون شوي. هاي اليوم زنود الست مالتنا السريعة راح نقليها بالطاوة شوي تحمص ونرفعها. شوفوا عزيزاتي، هاي بعد ما حمصت هالشكل صارت بهاي الصورة، راح نرفعها ونخليها على ورق نشاف لما ما نكمل كل الكمية. ليش أنا قلت لكم أطول الأطراف مالتها حتى بالقلي ما يطلع القمر أو الحشوة مالتها. قلينا من عندها كمية. هسه شنو راح أسوي؟ راح أخليهم هنا بهذا القدح شوية الغمي، شوية يعني شويات، وراح أضيف عليهن الشيرة بالشكل وأقعد شنو أقلبهن هالشكل بالشيرة وأطلعهن وأخلي الوجبة الثانية. طبعا بعد سمع الصوت كلش مقرمشات وطيبات ومزيدات طبيعية. شوفوا، خلي نشربهن بالشيرة ونطلعهن الماعون تقديم.
هذا الشكل النهائي مالتهن عزيزاتي. شوفوا شلون طلعت عندنا زنود الزيت مو طبيعية. حلويات سهلة وسريعة وتقدرون تسووها بأسرع وقت. وإذا حتى ما متوفرة عندكم هاي الكريمة فالكريمة جدا بسيطة. كوبين حليب، خاشوقتين أو ملعقتين أكل نشا، ملعقتين أكل سكر، شوية هيل أو فانيلا، تخليها على النار لما تثخن، يعني تخلطيهن زين تخليهن على النار لما يثخنون، تخليهم تضيفيهم بعدين آخر شيء لو مكعب زبدة، لو إذا تردين قشطة اختياري في الشيء. ولما تبرد تحشين بيها مكان هاي الكريمة. أنا مسويتها وياكم بالقناة دائما، سهلة وسريعة وبسيطة. وحتى قبل ما تاخذ يعني ما أخذت يمكن حتى 5 دقائق ما أخذت، كلش رأسا يعني أنتم شايفين بعد قلل البورك نفس قلل البورك، كلش طيبة وسهلة وسريعة ومفيدة وتنقذكم بالخطار. شوفوا عيوني، شوفوها عزيزاتي، طبعا كلش مقرمشة، سمعون هاي الأصوات مالتها، كلش طيبة وسهلة وسريعة. إن شاء الله تكون وصفتنا لهذا اليوم نالت الإعجاب. لا تنسونا من اللايك والاشتراك، ولا أن ألتقيكم بوصفات سهلة وسريعة. تحياتي لكم.